بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الصف الاول الاعدادي، هنبتدي يا شباب بامتحان رقم 1 هندسة. بيقول اذا كان ا ب ج د متوازي اضلاع في قياس زاوية ا بتساوي 70 درجة وقياس زاوية ب بتقول ان ا ب ج د متوازي اضلاع في قياس زاويه ا دي ب 70، فان قياس زاويه ب طبعا المكمله هتبقى 180 ناقص 70 هتساوي 110. رقم 2 قياس زاويه الخماسي المنتظم الداخله. زاويه داخله، الزاويه الداخله هتساوي ايه؟ القانون بيقول ان ن ناقص 2 في 180 على النون. طبعا بيقول لك خماسي يعني النون بخمسه، يبقى 5 ناقص الاثنين في 180 على الخمسة هتطلع تساوي 108. الدوران طيب المحايد يكون بزاوية قياسها كام؟ موجب وسالب 360. يبقى رقم 3 تبقى موجب وسالب 360 دوران محايد. السؤال الرابع قياس الزاوية الخارجة عن أي رأس من رؤوس المثلث متساوي الأضلاع. طبعا أنا عارف إن المثلث المتساوي الأضلاع كل زاوية فيه هتبقى ب 60 درجة، إذا الزاوية الخارجة دي مثلا هتبقى بكام؟ 180 ناقص 60 هتطلع ب 120 درجة. 5 صورة النقطة سالب 4 و5 بالانعكاس في محور الصادات. يعني ايه بالانعكاس في محور الصادات؟ معناها ان احنا هنغير اشارة السين، هنغير اشارة السين هتبقى 4 و5. يبقى بالانعكاس في محور الصادات هغير اشارة السين. عامدان القطران متساويان في الطول ومتعامدان فين؟ في المربع. المربع اكمل. بيقول 1 مثلث قائم الزاويه طول ضلعي القايمه 3 و4، فهنا يكون طول الوتر طبعا ضلعين القايمه اللي هم الضلعين ما فيهمش الوتر، يبقى اذا هو عايز الوتر. الوتر هيساوي ايه؟ جذر طبعا ال3 تربيع اللي هي 9 زائد ال4 تربيع اللي هي ب16 هتبقى ب5. 2 نركز في السؤال ده يا جماعه عشان هيتكرر في امتحانات كتير. الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين. المثلث اهي المثلث الشعاع المرسوم من منتصف اهو، من منتصف ضلع، ادي الضلع اهو، يبقى الشعاع المرسوم من منتصف ضلع، ادي الشعاع طلع كده. قال لك موازيا للضلع ده، موازيا احد منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين. هيعمل ايه في الضلع ده؟ ينصف الضلع الثالث. يبقى فهمنا يا شباب هيعمل ايه؟ هينصف الضلع الثالث. صورة النقطة سالب 3 و5 بالدوران حول نقطة الأصل بزاوية قياسها 90. طبعا لما يجي يقول لي بزاوية قياسها 90 بعمل إيه؟ لو أنا عندي النقطتين أهم س وص، لما تيجي تدور حول نقطة الأصل بزاوية قياسها 90 الصاد بتتبدل مع السين وبنغير إشارة الصاد تبقى بالسالب. يعني أنا حاليا عندي سالب 3 و5 هتبقى يبقى سالب 3 و5 هتبقى بتساوي كام يا شباب؟ تساوي سالب 5 وسالب 3. بتقول طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في مثلث بتساوي ايه؟ نفس زي دي كده اهي. طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين في مثلث، ادي مثلث اهو، ادي القطعة المستقيمة اللي واصلة بين المنتصفين دي بتساوي ايه؟ بتساوي نصف الضلع الثالث، وبتوازيه كمان يا جماعة، اسف الثالث. يعني ما دام ده نص النقطة دي وليكن ب نص أ ج ودال دي مثلا نص أ ه، يبقى إذا ب د بتساوي نص ج ه. السؤال الرابع صورة النقطة 3 و4 بالانتقال لواحد وسالب 3، يبقى هجمع ده مع ده وهجمع ده مع ده، بمعنى يبقى 3 واحد هتبقى ب4، 4 ناقص 3 هتبقى ب1 برضو، 5 لا معلش دي 4 5 ودي 6. 6 بتقول المثلث أ ب ج فيه قياس زاوية أ ب50 وقياس زاوية ب ب70، فإن قياس زاوية ج هتبقى بكام؟ أهي يا جماعة 180 ناقص 50 زائد 50 زائد 70 هتبقى بتساوي 60 درجة، لأن طبعا مجموع زوايا المثلث ب 180 درجة. السؤال الثالث أ بيقول يا شباب إيه؟ بيقول في الشكل المقابل قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية أ ج د بتساوي 90 درجة، وأ ب 3 سم وب ج ب 4 سم وج د ب 12 سم، أوجد طول أ د. يعني هو عايز طول الأ د ده. طيب دي هجيبها له إزاي؟ طبعا يا شباب فيثاغورس. إذا أقول له في المثلث
ركزوا معايا. في المثلث أ ب ج القائم في ب. يبقى زي ما قلنا يا شباب، في المثلث أ ب ج القائم في ب، هقول له ان أ ج تربيع، طبعا ده الوتر في المثلث، هتساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. طبعا لما نجيب الألف ج هتبقى بتساوي جذر الألف ب تربيع اللي هي بتسعة زائد 16، يبقى الألف ج هتطلع بتساوي 5 سم. كده أنا جبت الألف ج. تمام كده يا شباب، أنا جبت ألف ج. ألف ج. طيب هو مديني إيه هنا في المثلث ألف ج د؟ مديني ج د، وأنا جبت ألف ج، يبقى إذا أنا هجيب ألف د. بس لحظة، ألف ج وج د دول ضلعين القايمة، إنما ألف د ده هنا الوتر. يبقى إذا هقول له في المثلث ألف ج د القائم في ج، ألف د تربيع بتساوي ألف ج تربيع زائد ج د تربيع. يبقى إذا الألف د هتساوي جذر الألف ج تربيع اللي هي اللي احنا جبناها ب 25 زائد الجيم د تربيع اللي هي 144. يبقى إذا الألف د هتطلع ب 13 سم، وهو ده اللي عايزاه. طيب في الشكل المقابل بيقول إن أ ب بتوازي د ه، وقياس زاوية أ ج ب، هي المفروض ان الزاويه أ ج ب هنا، تمام، هي الزاويه دي ب 80 درجه، أ ج ب ب 80 درجه، وقياس زاويه د بتساوي 60 درجه، وج تنتمي لألف د. اوجد قياس زاويه أ. حاضر، يبقى انا هجيبها له ازاي؟ هقول له بما ان أ ب يوازي ه د، يبقى اذا قياس الزاويه أ هتساوي قياس زاويه د بالتبادل. طب هو عايز زاويه مين؟ أ ب ج. أ ب ج طبعا هو مديني دي ب 80 اللي هي أ ج ب، هو مديني أ ج ب. ركزوا معايا في الكتاب يا جماعه عشان التلخبطه دي. أ ج ب مداني ب 80 وانا معايا أ هنا ب 60، يبقى اذا هجيب دي مجموع زوايا المثلث 180 درجه. يبقى انا هقول له بما ان أ ب الشعاع يوازي د ه الشعاع، يبقى اذا قياس زاويه د أ ب هتساوي قياس زاويه أ د ه بتساوي 60 درجة بالتبادل، اللي هي زاوية أ اللي هو عايزها، اللي هي زاوية أ. ده الألف ب دي اللي هي أ. ماشي، ده يبقى ده المطلوب الأول. بعد كده هجيب له قياس زاوية أ ب ج، سوري. يبقى إذا في المثلث أ ب ج قياس زاوية أ ب ج اللي حضرتك عايزها هتساوي 180 ناقص ال 60 زائد ال 80 اللي حضرتك مديها هتطلع ب 40 درجة. يبقى هقول له بعد كده هو عايز زاوية مين؟ عايز زاوية ب ج د. اذا الزاويه الخارجه دي هتبقى ب 100 عشان تبقى مكمله ليها. يبقى اذا قياس زاويه ب ج د هتساوي 180 ناقص 80 هتطلع ب 100 درجه. في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي اضلاع، فيه قياس زاويه ج ب 50 وج د ب 5 وب ج ب 8. اوجد قياس زاويه أ. يبقى اذا هقول له بما ان حضرتك قلت ان أ ب ج د متوازي، لازم اقول له بما ان أ ب ج د ده متوازي اضلاع، إذا قياس زاوية أ هتساوي قياس زاوية ج، دي طبعا من خواص متوازي الأضلاع، هتساوي 50 درجة. طيب قياس زاوية ب هتساوي 180 ناقص 50، لأن طبعا في متوازي الأضلاع أي زاويتين متجاورتين مجموعهم 180 درجة، يبقى 180 ناقص 50 هتطلع ب 130 درجة. طيب محيط متوازي الأضلاع هيساوي ايه؟ طبعا يا جماعه احنا قلنا ان ده بما ان أ ب ج د ده متوازي اضلاع، يبقى اذا أ ب بتساوي ج د هتساوي 5 وب ج هتساوي أ د هتساوي 8. يبقى اذا محيط متوازي الاضلاع هتساوي ايه؟ هتساوي 8 زائد ال 5 في 2. 8 و5 13 في 2 يبقى 26 سم. طيب المسائل دي مهمه يا جماعه برضه تبقى موضع الامتحان. في الشكل المقابل يبقى اقول له ب بيقول ان د ه واو منتصفات لأ ب وأ ج وب ج على الترتيب. إذا كانت أ ب ب 8 وب ج ب 10 وأ ج ب 12، أوجد محيط المثلث د ه واو. طبيعي يا شباب في المسائل اللي زي دي يبقى محيط المثلث الصغير بيساوي نصف محيط المثلث الكبير. يبقى إذا هقول له بما أن د منتصف، هبتدي كده، د منتصف أ ب وه منتصف أ ج، يبقى إذا د ه بتساوي نص ب ج اللي هي هتساوي كام؟ يبقى تاني بما ان ده المنتصف أ ب وهي منتصف أ ج، يبقى اذا ده اللي هي منتصف ب ج هتساوي
5 سنتي. بالمثل برضو بما أن د منتصف أ ب وواو منتصف ب ج، يبقى إذا د واو بتساوي نص أ ج اللي هي هتساوي 6 سنتي. طيب بما ه منتصف أ ج واو منتصف ب ج، يبقى إذا ه واو بتساوي نص أ ب اللي هي هتساوي كام؟ هتساوي 4 سنتي. يبقى إذا محيط المثلث د ه واو هتساوي إيه؟ هتساوي د ه زائد د واو زائد ه واو اللي هي هتساوي 5 زائد 6 زائد 4 تطلع ب 15 سنتي. السؤال الخامس أ، طبعا هو مديني إيه؟ مديني إن أ ب أ د يقطع ب واو في النقطة ج، وقياس زاوية ب ب 90 درجة، وقياس زاوية واو بكذا، وقياس زاوية د بكذا، وقياس زاوية ه بكذا، أو قياس زاوية أ. هو عايز كده الزاوية دي، تمام؟ طيب هو مديني إيه يا شباب؟ مديني هنا. طب دي أنا هجيبها إزاي؟ ما دي عشان أجيبها لازم يبقى عندي زاوية تانية هنا جنب ال 90 عشان أقدر أجيب دي. طب هجيبها إزاي؟ هجيبها عن طريق دي. إزاي يا شباب؟ طبعا الشكل ده إحنا مش عارفين اسمه، بس إحنا عارفين إن أي شكل رباعي يحتوي على 4 أضلاع مجموع زواياه 360 درجة. يبقى إذا ما دام دي عندي ب 100 ودي عندي ب 130 ودي ب 70، يبقى هطرح دول من 360 هيجيب لي الزاويه دي. طب ما الزاويه دي هتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس، يبقى ساعتها هعرف اجيب ا. الناس فاهماني طبعا. يبقى 5 ا. هقول له في الشكل ج د ه واو قياس زاويه د ج واو هتساوي 360 ناقص 100 زائد 130 زائد 70 اللي هي هتطلع بتساوي 60 درجه. بما ان ركزوا في بما ان دي أ د تقطع ب واو في النقطة ج، يبقى إذا قياس زاوية أ ج ب هتساوي قياس زاوية د ج واو بالتقابل بالرأس المثلث أ ب ج. قياس الزاوية اللي هو عايزها أ هتساوي كام يا شباب؟ 180 ناقص 90 هتساوي 180 ناقص 90 زائد 60 الزاوية اللي احنا جبناها، يبقى إذا هتساوي 30 درجة. كده يبقى جبنا له قياس زاوية أ